يا صباح البسكوت المقرمش، يا صباح البسكوت اللي مش مكلف. هنعمل النهارده بسكوت العيد تحفة مقرمش، دايب كده يعني. مش عارفة اقول لكم على جماله، من غير زبدة ولا سمنة. هتاكلي بسكوت وتدعي لي دعوة حلوة ان شاء الله كده قبل الفطار. بصوا يا جماعة، يا سلام بقى لو انتوا مكاني وتسمعوا التكة دي، بيقرمش وطعمه حكاية بجد والله. هقول لكم ازاي انا عملته من غير زبدة ولا سمنة. مكونات سهلة موجودة في كل بيت، مش هتشتري حاجة من بره بإذن الله. كل حاجة موجودة عندنا، سهل بسيط ما فيهوش أي حاجة خالص. يلا بقى بينا نشوف المكونات بتاعتنا ونبدأ بقى نعمل البسكوت. عندي كوبايتين من الدقيق، ذرة ملح، عندي هنا بيكنج باودر، فانيليا، بيضاية، كوباية الا ربع زيت، كوباية الا ربع سكر، سكر عادي، نص كوباية نشا. النشا ليه؟ هو اللي مخليه مقرمش وجوسي كده وحلو. هنجيب بقى هنا عندنا، انا هاخد من البيكنج باودر ده هاخد معلقة يعني. بصوا دي المعلقة دي كبيرة يعني، هاخد معلقة ممسوحة خالص يعني نص معلقة شاي، مش هكتر علشان البسكوت ما ينفش معانا. هنزل بقى هنا كده زي ما انتم شايفين بالمواد الجافه، البيكنج باودر، وهنزل بالملح، ذره الملح، وهنزل بالنشا واديهم تقليبه حلوه كده مع بعض. وعندي بيضايه زي ما انتم شايفين، يبقى عندي بيضايه، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع سكر، ظرف فانيليا. هنحط الحاجات دي فين؟ هنحطها في الخلاط او بالمضرب السلك زي ما تحبي، بس انا عشان ادوب السكر خالص هضربهم في الخلاط. والمواد الجافه بقى اللي حطيتها، نص كوبايه نشا، كوبايتين دقيق، ذره الملح، ربع معلقه البيكنج باودر. لو انت ايدك فرته هتحطي ربع حلو مليان. هنزل بقى بالمكونات اللي ضربتها على الدقيق وهعجن. انتوا عارفين البسكوت ما بياخدش عجن زي الكحك وكده، يا دوبك بس لميت العجينه بتاعتي. هشتغل بقى فيها على طول. هاخد هنا كده زي ما انتم شايفين. التشكيل بقى هتشكليه زي ما انت شايفه دلوقتي بكذا طريقه. انا عندي هنا اول حاجه هجيب كده كوره كده يعني اكبر من حبه البندقه شويه، حسب برضو الحجم اللي انت عايزاه. هحطها كده، هكور واحط. وهجيب بقى عندي هنا غطا، اي ازازه موجوده عندي، غطا نضيف كده بتاع الازازه اللي هي ازايز الميه، وهنشكل بيه. هنبتدي ان احنا نشكل شكل البسكوته اللي انتوا شفتوها معانا الساده خالص. هبططها بقى كده، او هنزل وهي كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بططتها مش كتير برضو، ما تبططهاش خالص، عشان انا دلوقتي هتاك. بصوا بقول لكم، ولا مشققه ولا فيها اي حاجه. لقيتي البسكوته فيها اي حاجه غلطه، خديها في ايدك وظبطي الدنيا، مفيش اي مشكله. هبتدي بقى انا كده، بصوا بعمل بقى كسرات كده بغطا الازازه، عطت شكل حلو قوي. ولا جبت بقى تشكيل ولا جبت مش عارف ايه، لا بغطا ازازه. بصوا الجمال، شكل عظمه وشيك جدا. ده كده اهو هدخله بقى الفرن. اول لما ابتدي الاقيه كده لونه بقى ذهبي هطلعه. البسكوت مش بيغيب معانا خالص في الفرن، عكس بقى الكحك وعكس المخبوزات التانية. البسكوت خفيف جدا. انا بقى العجينه هنا جبت بقى حته وحطيت فيها كده معلقه كاكاو خام، وخليتها كده غامقه شوكولاته. انتوا عارفين الاطفال بتحب الشوكولاته. هبتدي بقى ان انا اعمل كور من القطعه البيضاء اللي اتبقت معايا، وكور من الشوكولاته يعني يبقوا قد بعض. هبتدي بقى ان انا اكورها برده كده زي ما انتم شايفين، كوره صغننه خالص. بقت معايا الكور كده جاهزه. هاخد بقى واشكل بقى وابدع في البسكوت بتاعي. اخدت اتنين، واحدة شوكولاتة واتنين من الأبيض، وهحطهم مع بعض ادوني الشكل ده. اديتهم كده بصوا لفة بإيدي كده مع بعض، عطوني شكل. ادي دوت كده شكل. هناخد برضو اتنين مدورين، شوكولاتة، واتنين هنعملها كده، شفتوا اللي هو البسكوت البسكرين اهو. اتنين عكس اتنين، هضمهم كده على بعض عشان ما يفكوش معايا، وهروح برضو ضغط عليهم. بصوا هيدوني شكل العظمة ده. بصي ابدعي بقى وشكلي زي ما تحبي، اي حاجة هتطلع منك حلوة. يبقى احنا كده ولا عملناه بسمنه ولا عملناه بزبده. نص كوبايه زيت. على فكره يا جماعه، انا كانت فكرتي عن البسكوت من الزيت ممنوعه خالص. انا اكل البسكوت بالسمنه، اكله بالزبده، ده كان مزاجي. بصراحه لما جربته بالزيت، لا بجد تحفه. عايزاكم كمان انتوا كمان تجربوه. انتوا عارفين انا مش بعمل اي حاجه الا لما تطلع حلوه، الا لما اقول لكم عليها. لو طلعت وحشه برضو كنت هقول لكم للامانه مش حلو. بس بجد والله العظيم طلع طعم البسكوت روعه. عايزه اقول لكم ان انا كنت عاملاه يعني بالليل، ما قعدش الكوبايتين دول تقريبا، ما قعدوش للصبح. بصوا الشكل، طعمه روعة، مش مكلف جدا. قومي واعمليه، وكل سنة وانت طيبة. بسكوت سهل بسيط مقرمش حلو جميل، هيعجبكم. كل حاجة فيه حلوة، عايزة ابدع فيه. كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد، وكنت معاكم رشا. سلام.